دي تجربتي مع ايربودز 4 نويز كانسليشن الجديده. اول حاجه تصميم حلو جدا وكمان خفيف وصغيره، كمان ممكن تحط في جيبك من غير ما تضايقك. السماعه بقى نفسها ملهاش تقريبا وزن خالص ومريحه جدا على الودن، بس احيانا لما بكون ماشي واجي مثلا عايز ارجعها في الكيس بتاعتها تاني، ايديا بتبقى مثلا مزفلطه شويه ولا حاجه، فساعات ممكن بتقع مني وانا برجعها تاني. طبعا وبتدعم التايب سي وفيها كمان سماعات، يعني لو ضاعت منك ممكن تلاقيها عن طريق ان هي تطلع صوت. موضوع النويز كانسليشن بقى ده بيحسسك ان انت في الطياره، وبيبقى فيه كده زي طنين كده في الودن. ممكن في ناس كتير ما تحبوش. عندنا اوبشنز تقدر ان احنا نوقفه خالص، نعمل له اوف، او الترانسبيرتي او الادكتيف ان هو بتسيبه هو اللي يقرر لوحده ايه الصوت اللي يخش وايه لا. الخلاصه ان انت لو بتحب عزل الصوت اكيد دي هتنفعك وهتبقى حلوه جدا جدا بالنسبه لك. لو انت ما يفرقش معاك العزل، خلاص انت ممكن تجيب اللي هي من غير نويز كانسليشن ويبقى وفرت الفلوس. اخر حاجه اللي فيها نويز كانسليشن تقدر انت تشحنها عن طريق الشاحن اللي هو بالتاتش دون. اللي من غير نويز كانسليشن للاسف مش بتدعمه، مع انها هي 4 ولكن مش بتدعمه. اللي بتدعمه بس هي اللي فيها نويز كانسليشن. ما تنساش الاشتراك في القناه، و سلام عليكم.